السلام عليكم، مرحبا بكم كيف العادة في قناة جنات وعيادي. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم دي سيجار كيجيو كيحمقوا بالدجاج وكذلك بالقليل من الحوت. غادي ناخد واحد الإناء أولا واحد الكاسرول أولا مقلة، غادي ندير فيها واحد معلقة كبيرة ديال الزبدة اللي هي نباتية، كذلك معلقة عامرة أولا جوج معالق كبار ديال زيت زيتون. غادي نخليه حتى تذوب هذيك الزبده، ونضيف البصل اللي هو مقطع طريفات صغيورين. بالنسبه للبصل غادي ديروا الكونتيتي اولا الكميه اللي نتوما غادي تحتاجوا. انا تقريبا خديت واحد 3 ديال البصلات كبار، وغادي نبدا نضيف التوابل اللي غادي تكون كالتالي: معلقه كبيرة ديال التحميرة، كذلك معلقة كبيرة ديال السكينجبير، وكذلك معلقة كبيرة ديال الخرقوم، كذلك معلقة كبيرة ديال التوابل ديال السمك. ومهم باش كتعطي هذيك النكهة ديال الحوت، وواحد المعلقة صغيرة ديال الكمون. كذلك غادي نضيف 2 معالق مطحونين ديال الثومة اللي هي واحد 5 ديال الضروس، وشوية ديال العصير ديال الحامض. غادي ناخد واحد نص حامضة وغادي نعصرها. بالنسبة للثومة قدر ما يعني كترناها قدر ما كتكون كتعطي واحد النكهة طيبة. غادي نضيف نص معلقة ديال سودانية أولا ديال الهريسة، كذلك الملحة واحد نص معلقة صغيرة، والصوجة واحد 3 المعالق اللي هي كبار. المهم كيف ما قلت لكم أنا خديت تقريبا واحد نص كيلو ديال البصلة، هما اللي درت فيهم هاد المقادير. إلا نقصتوا الكمية ديال البصلة كذلك راه كتنقصوا كذلك من التوابل. ووراق سيدنا موسى أولا وراق الغار. غادي نشحر هاد المكونات مزيان حتى تتهبط لينا هذيك البصلة. وغادي نضيف كذلك الربيع، القزبر والمعدنوس، 2 معالق كبار اللي كيكونوا مطحونين مزيان. منين غادي تشحر لينا هذيك البصله مع التوابل غادي نضيفو طريفات ديال الصدر ديال الدجاج الرومي اولا بيبي، يعني كيبقى الاختيار على حساب الرغبه اولا على حساب الموجود ديال كل سيده. وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان في بعضها. بالنسبه الدجاج خاصو يكون طريفات صغارين باش هكا دغيا كيطيب لينا ما كياخدش الوقت بزاف. غادي نضيف تقريبا غير واحد نص كاس ديال الماء فقط، يعني ما غاديش لا اكثر. حيت من بعد هذيك البصله راه كتبدا تطلق حتى هي الماء ديالها. غادي نغطيهم وغادي نخليهم حتى يطيب هذاك الدجاج على خاطرو. في هذاك الاثناء اللي تيطيب لينا الدجاج اولا الصدر ديال الدجاج غادي ناخد الشعريه الصينيه. انا خديت ديال الرز، خديت واحد 3 ديال القطع ومع ذلك نقصت منهم من بعد. يعني الا ما كنتوش كتبغيوها كثيره راه اوتوماتيكمون كتنقصوا منها. غادي نضيف عليها اولا غادي نكب على الشعريه الصينيه الماء سخون اللي مغلي مزيان، وكذلك غادي ندير شويه ديال التوابل في هذاك الماء. انا درت فقط سكينجبير، شويه ديال الملحه والتوابل ديال الحوت. غادي نخليهم شويه هكا وسط من هذاك الماء على ما شربوا شويه هذوك التوابل، ونحلهم كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. هذه هي الشعريه اللي خديت. من بعد غادي نصفيهم وغادي نبدا نقطعها طريفات صغيورين هكا بالمقص. المهم كاين اللي كيبغيهم طراف كبار، كاين اللي كيبغيهم صغار. منين طاب ليا هذاك الدجاج غادي نزيد شويه ديال الشامبينيون وشويه ديال الكمون. يعني هذاك الشامبينيون قطعته طريفات صغار بزاف. خديت انا غير شامبينيون معلب، الا كان عندكم طري كيكون حتى هو من الاحسن، يعني كيبقى الثمن بحال بحال وحتى المذاق تقريبا بحال بحال. من بعد غادي نخلط هذوك المكونات وغادي نضيف القليل ديال الجامبا اولا الكروفيت. اي حوت عندكم سواء طريفات سواء المهم يكون حوت بيض راه كتديروه باش كيعطي هذاك الطيبه.
منين طابوا لينا المكونات حيدتهم، وفي نفس المقلة أولا في نفس الإناء اللي طيبت فيه غادي ندير القليل من زيت الزيتون، الحامض المصير، القليل من الملحة، كذلك غير شوية ديال الملحة حيت داك الحامض راه كيكون مالح، شوية ديال الكمون، كذلك الثومة وتحميرة. هاد المكونات كاملة خديت تقريبا واحد المعلقة صغيرة عامرة ونص معلقة ديال السودانية اولا ديال الهريسة. الا كانت حتى هذيك الفلفله اللي كتكون سودانيه المزيوده حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. كذلك غادي نضيف القليل من التوابل ديال الحوت، وغادي نقلب هذا الشيء مزيان، غادي نخليه شويه كيتشحر مع بعضياته، وزيد الزيتون، وغادي نضيف عليهم هذيك الشعريه الصينيه اللي صفيت وقطعت طريفات صغار. غادي نبقى نقلب فيهم بهذه الطريقه حتى كتندمج لينا هذيك الشعريه. وفي الأخير خلّطت الخليط الأول اللي هو البصلة مع القطيعات ديال الدجاج والحوت مع الشعرية الصينية، خلّطتهم في إناء واحد، وخديت هاد الفرماج كناخد هاد جوج ديال الأنواع الأصفر والأبيض، ناخد طريفات هكا صغيورين وكنخلّطهم كنحكّهم في الحكاكة اللي كتكون رقيقة وكنخلّطهم مع بعضياتهم باش حتى هُما غادي نعمّر بهم لي سيجار. دائمًا الورقة راه كنقطعوها طويلة كيف ما كتلاحظوا، كندهنوها مزيان بالزيت لحقاش أنا ما غاديش نقليهم، غادي ندخّلهم الفران. منين ما كيكونوا غادي يتقلاو راه ما كنديروش ليهم الزيت بزاف، يعني ما كندهنوهمش بالزيت بزاف، ولكن ملي كنكونوا كنبغيو الورقة غادي نطيبوها في الفران راه ضروري كندهنوها على 2 جوايه بالزيت، وكذلك هذيك الزيت كتساعدنا ما كتقطعش لينا هذيك الورقة. كنديروا الكمية اللي بغيت، أنا بغيتهم بريوات شوية كبارين وعامرين، على هاد الطريقة القليل من الفرماج، وكنلوي دائمًا الزوائد راه كنقطعوهم، كنحيدوهم، وكنسدو بشوية ديال الدقيق اللي خلطناه مع الما. المهم غادي نستمروا على هاد الطريقة حتى غادي نكملوا الكمية اللي عندنا.
هاكا ملي غادي نكمّل الكمية كاملة، غادي نستفها في واحد لابواط، كل صف أولا كل طبق راه كنفرّش ليه الورق الغذائي أولا البلاستيك وكندخّلها للثلاجة، فين ما بغيت الكمية اللي بغيت راه كنخرّجها وكندهنها بشوية ديال أبيض البيض وكندخّلهم الفران. نتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، إلى اللقاء، وصفة أخرى إن شاء الله، ورمضان كريم.